السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم عالم نورنات. لا فيديو ديال هاد النهار ان شاء الله غادي تكون خاصه للناس اللي عشاق السفر، الناس اللي كتبغي تسافر. وفي هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على جميع الاسئله ديالكم اللي كتخصني في الخاص، والناس اللي كيسولوا على طريقه السفر كيفاش كتكون. خطة الانطلاقة غادي تكون من مدينة طنجة، وغادي نتوجهوا مباشرة للديار الإسبانية، وغادي ننزلوا إن شاء الله في مدينة طريفة. بالنسبة للأجواء هنا كيف راكم كتشوفوا، رحنا ركبنا في الباطو، ما صورش لكم الأجواء الأولى لكن كتكون كلها سهلة وما كيكونش فيها الزحام. ملي كتوصلوا للميناء ديال طنجة فانتم كتقطعوا التيكي ديالكم. بالنسبة للتيكي كيتقام رخيص، كنقطعوا ب 400 درهم للشخص، وإلا كانوا دي برومو بحال هنايا أنا كنت قطعت غير ب 200 درهم. لكن اللي كيطلع عليكم شويه الثمن هو السياره. الا كنتم مسافرين في السياره ديالكم، بالنسبه للسياره فهي على حسب الموديل ديال السياره. كاينه يعني انا هنا بشحال كنا قطعنا ب 2000 درهم بالنسبه للسياره، يعني كتبقى على حساب النوعيه او الموديل ديال السياره والحجم ديالها اكيد. فما هاد الامور كلها كتخاد بعين الاعتبار. هنا راه حنا وصلنا، لان حتى التوقيت كيكون توقيت اللي تقريبا يعني من مدينه طنجه لمدينه طريفه كتكون عندنا 21 دقيقه بالحساب، يعني ما كنفوتوهاش. هنا رحنا صافي وصل الباطو، غادي ننزلوا ان شاء الله، اللي ما كيكونش عندنا بزاف ديال الوقت. كيف راكم كتشوفوا الامور ميسره، ما وكيف كتعرفوا يعني دائما الضغط يعني كيكون في شهر 7 وشهر 8، فكتكون الجاليه كيدخلوا، فهكا كيكون شويه ديال الزحام. هنا كيف كتشوفوا رحنا غادي نطبعوا الباسبورات ديالنا على ود يعني في اي بلد، يعني فاش كتوصلوا ضروري هنا في الخرجه كيطبعوا لكم انكم وصلتوا، راكم دخلتوا لهذاك البلد. اول حاجه نبغي ننصحكم بها هو انكم فاش كتوصلوا لواحد البلد وما غي ما غيتلقى لكم في حد، يعني غادي تكونوا مسافرين بوحديتكم، يعني اول مره كتكتشفوا هذاك البلد. كي خاصكم اول حاجه هو تاخذوا واحد الكارت سيم ضروري هادي، وتشارجيو الانترنت ديالكم، وهكا باش تقدروا تحركوا بكل اريحيه. يعني فقط كتخدموا بالجي بي اس، كتخدموا يعني اي حاجه، حتى التراديكسيون يعني بالنسبه للغه الا ما كانتش عندكم في واحد البلد اللي مشيتوا ليه، فهو كتعاونكم بزاف. ضروري هكذا كتعاونكم. اهم حاجه انا نبغي ننصحكم بها هو التليفون ديالكم، يعني تشارجيو فيه الانترنت. وباش غادي نشارجيو الانترنت فخاص تكون عندكم واحد الكارت سيم ديال هذاك البلد اللي نتوما مشيتوا ليه. هنا كيف كتشوفوا حنا شدينا الطريق، هنا راه وصلنا لواحد المدينه اللي نعرفكم عليها هذا النهار هذا، من اجمل المدن. هاد المدينة هادي كتواجد بالضبط ما بين مالاغا وما بين مربية، من أجمل المدن. كيف كتعرفوا أن مالاغا ومربية فهما معروفين بزاف، والناس اللي كتسافر فهي دائما كتقول لك يعني كيزوروا مربية مالاغا. هاد المدينة هادي جات ما بيناتهم بجوج، مدينة صغيرة كيف كتشوفوا معايا، جات كتطلع على البحر، داير بها البحر كاملة. غزالة صغيرة، ما فيهاش واحد الكثافة سكانية كبيرة. ماشي كيف كنشوفوا بحال مالاغا اللي كتكون شويه عامره بزاف، كتكون فيها واحد الكثافه السكانيه يعني من المدن الكبار. لا، هذه مدينه صغيره لكن مدينه هادئه بزاف، مدينه الناس اللي كتبغي شويه ديال الكالم. مريحه، شاف الشوفه ديالها مريحه في الدوران ديالها. صراحه غزاله هاد المدينه هذه اللي الاسم ديالها فين خير، ولا ما غتلقاو ما احسن منها. اكيد الناس اللي زاروها او لا شافوها من قبل فاكيد غادي تعجبهم، والناس اللي يلا غيكتشفوها معنا فخليكم معايا في هذا الفيديو هذه باش تكتشفوا معايا هذه المدينه هذه اللي صراحه مدينه جميله بزاف. يعني انا اول مره كنكتشفها، ماشي اول مره، يعني سبق لي مشيت ليها واحد المره ولكن ما خديتش فيها بزاف ديال الوقت. لكن هذه المره هذه حاولت انني نصور لكم وخديت فيها شويه ديال الوقت لانها عجبتني صراحه، مريحه بزاف، خصوصا هاد لا كورنيش ديالها اللي كان غزال بزاف. وكيف قلت لكم يعني الموقع الجغرافي ديال هذه المدينه هذه فهو جا موقع زوين، جات في واحد المنطقه اللي زوينه. كيف قلت لكم جات ما بين ماربيا وما بين مالاغا، فالواحد يقدر ينزل فيها ويقدر يعني عندك ربع ساعه انت في مالاغا او ربع ساعه انت في ماربيا، فهي الموقع ديالها زوين. كذلك جاو فيها واحد لي سونتر كوميرسيال، من اجمل لي سونتر كوميرسيال، خصوصا واحد السونتر اللي اش غنقول لكم عليه. مازال غادي تكتشفوه معايا، ومازال غادي ندير لكم فيه فيديو خاص اللي هو كازا مايور. بزاف الناس اللي غيكونوا عارفينه وكاينين الناس اللي ما عارفينوش، فصراحه يعني حتى نحط لكم لا فيديو عاد تعرفوني علاش دويت علاش تكلمت. المهم بالنسبه للمدينه راه هي هذه كيف كتشوفوا معايا، انا كنحاول انا ندير لكم دويره باش تشوفوها معايا. بالنسبه كيف قلت لكم دائما يعني لابد تكون عندكم التليفون ديالكم، تكون عندكم كونيكسيون مزيانه، تكونوا خدامين هكا. يعني حتى بالنسبه
فين كننزلوا، واش غنمشي عند شي حد، واش غادي نكري، كيفاش غادي ندير، واش غادي نمشي للوطيل؟ لا، انا ملي كنكون عندي بزاف ديال الوقت غادي نجلس فواحد البلاصه، فكنفضل انني ناخذ نكري ابارطومون، ما نجلسش في لوطيل. علاش؟ لوطيل كنخليه فقط الا كانت عندي يومين او 3 ايام، هكا كيكون حسن. اما فاش كتكري واحد لابارطومون فانت كتكون مرتاح مزيان، وكتقام عليك ارخص، وكتقام شويه القضيه اقتصاديه اكثر من لوطيل. فدائما كنبغي ناكد لكم على اهم حاجه خصها تكون عندكم، هو تاكتيفيو الويفي ديالكم يعني في التليفون ديالكم، ويكونوا عندكم بعض التطبيقات اللي مهمه قبل ما تسافروا خصها تكون عندكم في الهواتف ديالكم. بحال مثلا خاص ضروري يكون عندكم جوجل مابس، تكون عندكم كذلك نيميرو اللي كتقدروا من خلالها يعني كتاخذوا الكارت سيم ديالكم. كذلك واحد التطبيق اللي خطير جدا اللي هو اليوم غادي ندوي لكم عليه، هو يعني من ضمن التطبيقات اللي معروفه كاينه بوكينغ كنعرفوا انك كتدخل يعني هنا كتقدر تحجز لوطيل ديالك او شقه او داكشي اللي انت كتقلب عليه غادي تلقاه. لكن لقيت واحد التطبيق اخر اللي هو جاني حسن من بوكينغ صراحه. كيف قلت لكم يعني بوكينغ راها معروفه، لكن كنلقاو فيها يعني اثمنه اللي كتكون مرتفعه، لكن بالنسبه لهذا التطبيق اللي غندوي لكم عليه صراحه كتعطينا اثمنه مناسبه وكتكون زوينه، اللي هو اير بي ان بي. ومن هذا التطبيق اللي هو اير بي ان بي، هو باش راه تم استئجار واحد الشقه كيف كتشوفوا، يعني من بعد ما وصلنا باستخدام التطبيق ديال جوجل مابس، يعني هو باش وصلنا لهاد الشقه هذه اللي كاينه في هاد الريزيدونس. كيف كتشوفوا هذه هي الدخله ديالها، فغادي نشارك معكم كل حاجه يعني باش تعرفوا الاثمنه وتعرفوا كذلك يعني يعني علاش كنقول لكم الواحد خصو يكون عنده دوك التطبيقات. مهم ما تكون عندك يعني الا ما كانش عندك يعني مثلا جوجل مابس في التليفون ديالك وعندك الانترنت، باش غادي تقدر توصل وانت جاي من بلاد لواحد البلاد اخرى، اللي حنا ربما غير في البلاد ديالنا في المغرب وبعض المرات كنتوضروا، فما بالو كانك ملي كتخرج من بلادك لبلاد اخرى. وهنا كتبان ديك الكرامه صراحه ديال السياره انها كتوصلك. هنا كيف كتشوفوا هذه الريزيدونس من الداخل، صراحه هاد الصور كلهم كنت لقيتهم في السيت اللي كنا دخلنا قلبنا اللي هو اير بي ان بي. هي فين غادي نعرفوا هاد الشقه هذه. بالنسبه للثمن ديالها غنخلي لكم في اخر يعني من بعد ما تعرفوا معايا على الشقه ان شاء الله وتشوفوها. فهنا يعني كنحاول نوريكم يعني الشقه يعني جات في واحد الحي اللي هو حي راقي جدا، وهذا هو المدخل ديال الشقه. وغنشارك معكم هذه الشقه. هنا شي حويجات اللي في الطريق ديالي يعني كنت قضيتهم. هنا راه كلشي كاين، كلشي عندنا في الشقه يعني صراحه مجهزه، يعني ما كاينه الصراحه شي حاجه اللي ما لقيتهاش فيها، يعني صراحه فيها كلشي كيف كتشوفوا. هنا عندنا فيها واحد لا طابل، هنا الواحد يقدر ياكل، كاين هنا واحد الكنابي، وهذه لا كويزين. اكيد حنا ملي كنجيو كناخذوا واحد لابارطومون يعني ضروري خص تكون عندنا جوج الحوايج مهمين، عندك الدوش وعندك لا كويزين، خصهم يكونوا هادو متوفرين. هنا كيف كتشوفوا هاد المسائل راه ديال كاينه في الشقه. هنا شوفوا يعني لقيت فيها لا فيسيل، هادشي راني كله استخدمته. هنا الماشينه لافي، دونك هادشي كله استخدمته، يعني كلشي خدمت فيه، كلشي خدام، كلشي مزيان. يعني كيف قلت لكم يعني شقه مجهزه. هنا كيف كتشوفوا يعني كيف قلت لكم راه كلشي يعني بحال دخلتوا للبيت ديالكم صراحه. هنا هادشي ضحكني، يعني لقيت الباطور، لقيت فقلت خصني ندير شي كيكه، ندير شي تخربيقه، المهم خصني ندير شي حاجه. يعني صراحه كاين كلشي. المفاجاه انا هو كنت لقيت بريمه. هاد البرمه هادي يعني قلت صراحه الواحد يدير فيها شويه ديال الكسكس. ايوا هانتوما كيف كتشوفوا يعني كنحاول نشارك معكم اي حاجه. يعني شقه صراحه كامله مكموله، ما كتخليكش تحس براسك يعني خاصك شي حاجه ولا يعني كيف هادشي كله. يعني حتى ملي كنكونوا هنا في المغرب وكنخرجوا بعض المرات كنكريو، كتقدر ما كتلقاش شي حوايج، يعني كتدخل شي شقه كتلقى ناقص فيها شي حوايج، يعني ما كتلقاش فيها كلشي متوفر. هنا كيف كتشوفوا كيف قلت لكم راه كلشي متوفر فيها، كلشي خدام، كلشي مزيان. واهم حاجه قلت لكم يعني جوج الحوايج اللي هما كيكونوا مهمين، هي لا كويزين وكذلك الدوش. هنا عندنا الكونجيلاتور مهم. صراحه الدار زوينه، داكشي اللي كنا شفناه كله لقيناه الحمد لله. هنا غادي نخرج نوريكم علاش كطل
وقبل ما نخرجوا غادي نشوفوا هنايا، يعني راه كنكتشف، يعني فاش كنجيني خاصني نحاول نكتشف اشنو عندي شنو كاين. هنا ضروري هنا كتلقى الويفي، فاكيد هنا كنلقاو المعلومات الخاصه بالشقه، وكذلك بالنسبه للتلفازه شنو يعني شنو غنلقاو فيها، يعني اي حاجه خاصه كنلقاوها هنايا. كتلقى يعني اي حاجه خاصه بالشقه سواء على برا او الداخل ديالها، فكتلقى اهم حاجه الصلايه ديالك خاصها تكون معاك. هذه ديالتي انا اللي حطيتها. فانا غادي نخرجوا غادي نشوفوا الشقه علاش كطل. صراحه كان منظر زوين بزاف. شوفوا معايا كطلع على المدينه ديال فين خير ولا كطلع عليها كامله. هاد لا بيسين هو خاص بالريزيدونس اللي حنا نزلنا فيها، يعني راها ريزيدونس فيرمي، وهاد ليسباس اللي كتشوفوا كله خاص بهاد الريزيدونس هادي. هنا كيف قلت لكم راها كطل على المدينه كامله، كطل على البحر. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، راه كاين البحر وكاين واحد الهدوء، يعني ما تلقاش كثرة الصداع. فصراحة كيف شفتوا معايا يعني صراحة الشقة يعني كاملة مكمولة. واهم حاجه هو يكون عندك الباركينغ. اهم حاجه هو تلقى فين تحط السياره ديالك، لان هذا مشكل كاين في اوروبا، يعني الناس ديال اوروبا هما اللي عارفين هذا المشكل هذا. يعني ماشي في اي بلاصه عندك الحق انك تحط الطوموبيل ديالك وكتلقى مشكل. وحتى الباركينغ الا لقيتي شي باركينغ فانت كتخلص كيتقام شويه غالي، خصوصا الا كانت غادي تبات. وانا نزلت لتحت ديال الريزيدونس كندير بكم دويره تشوفوا معايا شنو كاين. هنا كاين واحد لي سباس اللي صراحه هو خاص بالريزيدونس، هنا فين كاين لا بيتين. فكيف كتشوفوا معايا الا شفتوا هكا غادي نقولوا حتى شي واحد ما كاين، ولكن بالعكس كاينين الناس، لكن ما تلقاهمش نازلين، يعني كيكون كل واحد سد عليه. يعني وقتاش كيكونوا فقط في الويكاند، وحتى في الويكاند فاش تيكونوا الا ما طليتيش صراحه وشفتيهم ما كتعرفهمش واش كاينين. كيكون واحد الكالم وكيكون واحد الهدوء وكيكونوا ناس يعني كل واحد ناس اللي جالسين فقط، يعني كياخذوا داك الجو، كيستمتعوا بالشمس. وكتلقى يا اما واحد شاد كتاب ديالو يا اما واحد شاد التليفون ديالو، يعني كل واحد وفي العالم ديالو. وهذا علاش زوين شويه ديال الصفر، يعني الواحد صراحه كيكتشف او كاين فاتح على ثقافات اخرى. هنا غادي نجيبكم لواحد لي سباس، غادي نجيبكم لواحد البلايصه تشوفوا معايا. كيف قلت لكم يعني هنا في الريزيدونس صراحه الا بغيتي ما تخرج ما تخرج. شوفوا معايا فين غادي نجي، انا مازال في الريزيدونس لداخل. فهنايا شوفوا هاد الريزيدونس فيها واحد لاصال. هاد لاصال المهم انا كيكونوا عندك كل واحد ساكن هنايا من حقه انه يكون عنده ساروس ديال هاد لاصال. يعني انا كنت حليت الباب من قبل لكن الباب دائما كيكون مسدود، يعني كل واحد عنده الساروس ديالو. شوفوا معايا هنايا كاينين اللي دوش، لان حنا دخلنا لواحد لاصال. ها هما اللي دوش اللي كاينين، وكاينين دي طواليت بيان سور، وكاينه هادي اللي كاينه هنايا. شناهي هادي؟ هنا غادي نلقاو معايا حمام الصونا، يعني الواحد اللي كينزل لاصال ومني كيسالي كيبغي يدير شويه ديال الصونا يقدر يدخل يديرها. لكن ما عرفتش الحمام اش من وقت كيكون وكيفاش كيكون الله اعلم. المهم ما عرفتش واش خاص بالنساء ولا بالرجال، ما عرفتش هادشي ما عرفتش لانني ما دخلتش، لي انا فقط انا كنصور واكتشفت البلاصه وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هنا واحد الحاجه اللي انتبهت ليها هو صراحه النظام اللي كاين. آه حتى كل حاجه كتلقاها محطوطه في بلاصتها، كل حاجه محافظين عليها، لان كاينه قوانين مكتوبه، يعني كل واحد خصو يحترم هذاك القانون. فالناس هنايا اهم حاجه عندها هو انها كتطبق القانون، كيكونوا عارفين كل حاجه. فكيف كتشوفوا معايا لاصال ما تلقاوش فيه شي حد اللي داخل هكا خارج او البيبان محلوله، يعني كتلقى دائما مسدود. الا ما حليتيش بالساروس ما يتحلش ليك، وحتى الا تلاقيتي مع شي حد كتلقاه دخل وكيسد عليه وكيدخل، فكيدير الرياضه ديالو وكيدخل ياخذ الدوش ديالو وكيمشي في حالاته.
يعني ربما حتى الكلام يقدر ما يهضرش معاك من غير انه كيلقي لك التحيه وصافي. هادشي اللي كاين. هاد الوقيت هذا اللي صورت فيه، فكنصور واحد الوقيت اللي ما كان فيه حتى شي واحد. المهم انا اللي بغيت نشارك معكم هنا هو انكم تقدروا تلقاو دي زابارطومون فحال هادي، يعني احسن من الاوطيل. يعني الواحد كيمشي لواحد الاوطيل اللي كيخلص فيه واحد الثمن وكيتقام عليه شويه غالي، لكن هنا كتاخذ حريه ديالك اكثر وكتكون مرتاح. وكيف شفتوا معايا يعني جميع الظروف متوفره. هادشي كله اللي كنصور لكم راه داخل الريزيدونس، يعني ما كايناش شي حاجه صورتها لكم اللي هي على برا. وانا عارفه دابا بلي بزاف فيكم كيتسناو، يعني كيقولوا بشحال الثمن ديال هاد الشقه هادي، يعني بشحال تكرات. لكن شوفوا كونوا هانيين، هاد الثمن ديال هاد الشقه هادي راه ماشي غالي بزاف، يعني ما طالعش. صراحه صراحه هنا ملي كتلقى بزاف الناس كيفضلوا انهم يدوزوا يعني صراحه الفاكونس ديالهم خارج المغرب وخصوصا في اسبانيا، فراه الاثمنه الاثمنه راه تقريبا فحال المغرب فحال هنا، يعني ما كايناش اثمنه اللي نقولوا شي اثمنه خياليه. حتى الوطيلات كذلك الاثمنه يعني عندهم نفس البريم. هنايا بالنسبه لهاد الشقه هذه فالثمن ديالها هو 70 الاورو، يعني 70 الاورو مقارنه بشقه هنا في المغرب. راكم عارفين بعض المرات كنكريو بثمن اكثر وما كنلقاوش نفس الجوده. يعني حتى الا هبطنا وكرينا واحد الشقه اللي كتكون في واحد الريزيدونس اللي كتكون ريزيدونس فيرمي بيسين ديالها، كنكريوها بواحد بواحد الثمن، لكن ما كتاخذش راحتك، ما كتلقاش راحتك كيف هنايا. هنا كيف كتشوفوا راك شفتوا معايا، يعني الريزيدونس انا كنصور وانا تندور فيها حتى شي واحد ما داز من قدامي ولا حتى شي واحد ما دار. يعني في واحد اللحظه كنقول واش غير حنا بوحديتنا اللي ساكنين، ولكن مني تنكون داخل في الدار يعني تنحس كاينين الناس حدانا في شقق اخرين مجاوره، الناس اللي كتكون جالسه هكا في لاطيغاس يعني كنسمعوهم كيضحكوا تيهضروا. كذلك كيف قلت لكم يعني في السبت والحد يعني كيكون لابيسين فيه شويه ديال الحركه، كيكونوا ناس كينزلوا وليداتهم تيجلسوا مع وليداتهم. وكيف قلت لكم يعني صراحه كل ما كنتش كنطل من هذيك لا طيغاس والله ما غادي نعرف واش كاين شي حد في لابيسين ولا لا. يعني كل ما طليتش ما نعرفش يعني واش الناس كاينين صراحه. شي حاجه اللي يعني كاين واحد الاحترام ديال الشخص ديال الاخر، كاين هذا الاحترام هذا، ما كتسمع لا ضوضاء لا ضجيج لا حتى شي حاجه. فهذا علاش زوين الواحد ينفتح على ثقافات اخرى. لا فيديو ديالنا ديال هاد النهار غادي تسالي حد هنايا. نتمنى انني نكون شاركت معكم جميع المعلومات. لا فيديو اللي غادي يجي المره الجايه ان شاء الله واللي غادي نشارك معكم هو خاص بلي سونتر كوميرسيال متواجدين في مدينه فينخيرولا. ميرامار اللي هو متواجد في السونتر ديالها، كذلك بلازا مايور اللي هو خارج من فينخيرولا. هاد بلازا مايور واحد سونتر اللي هو سونتر كبير فيه جميع الماركات العالميه كلهم مجموعين فيه، كلهم متواجدين فيه. اللي زوين فيه هو الاثمنه، يعني ولو انها الماركات العالميه كلها تما لكن كاينه اثمنه خياليه. المهم انا نحاول نشارك معكم داكشي اللي قدرت نصور، فخليكم معايا. وإلا عجبكم لا فيديو ديال هذا النهار ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم العائله ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وما بقى لي غير نودكم على امل اللقاء بكم مره اخرى.